الأهلي يقرر خوض مباراة المصري بحكام مصريين دون طلب أجانب. الأهلي يرفض عرض الجيش الملكي لشراء رضا سليم بسبب ضعف المقابل المالي. مصدر مقرب من إمام عاشور: طلبه المساواة بعقد زيزو وتريزيجيه قديم وليس جديدا. تقارب كبير بين الأهلي وحسين الشحات في ملف التجديد مع توفير دعم إعلاني لراتبه. الأهلي يستقر على مدرب أجنبي جديد خلفا لي تورب بعد مباراة المصري. تحفظات جماهيرية وإعلامية على استمرار سياسة المدربين الأجانب بعد التجارب الأخيرة. الأهلي ينفي عقد أي جلسات مع محامي تورب قبل مباراة المصري. الأهلي يؤكد أن عقد المدرب يمنحه 3 أشهر فقط كشرط جزائي بعد 30 من يونيو. النادي يخطط لفسخ العقد وديا بمنح المدرب 6 أشهر إجمالا لتجنب أزمة قانونية. عدم الاتفاق على اسم مدير الكرة الجديد يؤجل حسم الملف. شادي محمد مستمر في إدارة ملف الكرة النسائية بالأهلي. الأهلي يتفق مع التونسي أنيس بوغلبان لقيادة لجنة الأسكاوتينج. الأهلي ينفي وجود أزمة سيولة أو الحصول على قرض دولاري. أحمد دياب يؤكد عدم إلغاء الهبوط مهما كانت جماهيرية الأندية. إعلام الزمالك يضغط للحصول على تذاكر إضافية من سيراميكا في الجولة الأخيرة. الاتحاد الجزائري يعزي الزمالك في وفاة والد محمد شحاتة. محمد شحاتة يشارك في مران الزمالك رغم حالة الحزن. خوان بزيرة يطلب المشاركة أمام اتحاد العاصمة رغم مخاوف تجدد إصابته. بيراميدز يدرس اسم علي ماهر لتدريب الفريق الموسم المقبل مع استمرار أولوية المدرب الأجنبي. سيراميكا ينفي التفاوض مع بيراميدز ويتمسك باستمرار علي ماهر. فيستون مايلي يعد بيراميدز بالتجديد حال عدم وصول عرض قوي بعد كأس العالم. الأهلي يترقب مصير دوري 2005 لتحديد مستقبل فريق الشباب. محمد شوقي يحفز لاعبي زد قبل نهائي كأس مصر أمام بيراميدز. برونو فرنانديز يفوز بجائزة لاعب العام في إنجلترا. ماهر همام: صراع الدوري هذا الموسم استثنائي وغير محسوم حتى الجولة الأخيرة. التأهل لدور الأبطال سيكون مقبولا لجماهير الأهلي حال ضياع الدوري. ينتقد رحيل علي معلول ورامي ربيعة ويصفه بالخطأ الإداري الكبير. محمد جمال يهاجم قناة الزمالك بسبب الهجوم على حارس سموحة. محمد عبد المنصف: خروج حارس سموحة للهجوم أمام الزمالك أمر طبيعي وليس مجاملة لبيراميدز.